يعتبر الناتو في أي وقت من الأوقات بأن سبتة ومليلية تدخلان في إطار إلزامية الدفاع عنها من طرف حلف الناتو. أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف عند استعداد وفد برلماني من حلف شمال الأطلسي لزيارة جيب مليليا الإسباني في سابقة من نوعها، مخاطرا بأغضاب المغرب في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الإسبانية إطلاق عملية عسكرية بهدف تعزيز الردع والمراقبة في مناطق السيادة الوطنية، تشمل انتشارا بريا وبحريا وجويا لا سيما في سبتة ومليليا اللتين يطالب المغرب بالسيادة عليهما. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من الرباط الدكتور عبد الحق الصنايبي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. دكتور الصنايبي أهلا ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. مرحبا حكيم وتحية إليكم وإلى مشاهدين قناة فرانس 24. طيب سنحاول ربط الاتصال ربما معك دكتور الصنايبي لأن لدينا الصوت ولكن في انتظار الصورة. سنعالج الأمر خلال لحظات. ترحب في الأثناء بضيفي من إشبيلية سيد البشير محمد الحسن الباحث في الإعلام في جامعة إشبيلية. أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك سيد البشير محمد الحسن على تلبية هذه الدعوة. أهلا وسهلا بك وحييك أستاذ حكيم، ومن خلالك أحيي مشاهديك الكرام. أشكرك ومرحبا بكما كل الترحيب. لعلي أبدأ معك في انتظار معالجة الخلل الذي طرأ على صورة ضيفنا الدكتور عبد الحق الصنايبي متحدثا من الرباط. وددت أن أفهم معك ويفهم كل من يتابعنا لماذا نبدأ أولا بالمناورات العسكرية. لماذا هذه المناورات الواسعة التي أطلقتها إسبانيا والتي شاركت فيها وحدات من الجيوش الثلاثة البري والبحري والجوي قبل أيام في مناطق عدة ذات اهتمام وطني من بينها سبتة ومليليا؟ ما الغاية منها وما الرسائل التي تبعث بها إلى المغرب بشكل خاص؟ تفضل سيد البشير محمد الحسن. نعم، هذه المناورات كانت وزارة الدفاع الإسبانية قد خططت لها فترة، وهي مناورات تشمل تشغيل عدد كبير جدا من العسكريين، وتشترك فيها مختلف الأسلحة كما ذكرتم، سلاح الجو والسلاح البحرية والسلاح البري، بالإضافة إلى السلاح السبراني والفضائي. هذه المناورات هدفها الوقوف على جاهزية القوات العسكرية الإسبانية تدافع عن جميع نقاط التراب الإسباني. والهدف الآخر الذي ذكرته وزارة الدفاع الإسبانية هو تكثيف التنسيق بين مختلف الوحدات وبين مختلف الأسلحة المشاركة في سيناريو مفترض الدفاع عن هذه المناطق. الجزء الثاني من سؤالكم يتعلق بمخاوف المغرب. المغرب ليس هو المستهدف من هذه المناورات، بدليل أنها تشمل كل المناطق الخاضعة للسيادة الإسبانية والتي هي خارج البر الإسباني، بمعنى أنها تنظم في ذات الوقت في جزر البليار، وجزر البليار أيضا هي محاذية نسبيا إلى الحدود البحرية مع الجزائر. هي أيضا تنظم في جزر الكناري، وتنظم في الجزر الجعفرية، وفي سبتة ومليليا، في كل المناطق. ولا تستهدف بها إسبانيا المغرب بالذات، ولكن المدن الإسبانية سبتة ومليليا هي تحظى بأولوية خاصة، لا سيما وأنها لا تخضع لمظلة حلف شمال الأطلسي كما هو الحال مع جزر الكناري أو جزر البليار أو غيره. وبالتالي كل المناطق الخارجة عن البر الإسباني مناورات السنخرية 2025 خاصة بهذه المناطق تحديدا، وتم إعداد السيناريوهات للتعامل مع مختلف الاحتمالات التي قد تحدث في عالم مليء بالحروب، مليء بالسيناريوهات غير المتوقعة. لعلنا سنعود خلال لحظات لمثل هذه التهديدات التي تتحدث عنها وما الذي تتحضر إليه هذه المناورات العسكرية الواسعة التي أطلقتها إسبانيا. ولكن استسمحك في أن أطرح السؤال على ضيفي من الرباط الدكتور عبد الحق الصنايبي الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية. دكتور، ما تعليقك أنت على إطلاق وزارة الدفاع الإسبانية ما وصفتها بعملية ردع ومراقبة في مناطق سيادية عدة، حتى كما ذكر ضيفي من بينها على وجه الخصوص سبتة ومليليا اللتين يطالب المغرب بالسيادة عليهما؟ شكرا حكيم.
هو فقط للتصحيح، أنت ذكرت مليلية الإسبانية، ونحن نقول مليلية هي مدينة مغربية محتلة قولا واحدا. بالعودة إلى هذه المناورات العسكرية، فنحن نعود إلى منطوق ما جاء على لسان وزارة الدفاع الإسبانية حينما وصفتها بأنها العملية تهدف لتعزيز الوجود العسكري في المناطق الحساسة ومراقبة الحدود والمناطق المحيطة، وكذلك لردع أي تحرك ينظر إليه كمخاطر أمنية محتملة. وأضافت بأن المناورات تهدف لتنفيذ عمليات الوجود والمراقبة والردع بطبيعة الحال. وهنا أنا أختلف مع ضيفكم من إشبيلية، على اعتبار أن هذه المناورات لو أنها كانت قبالة ما يمكن أن نصفه بالبر الرئيسي لكانت تعبيرا سياديا يدخل في إطار الاختصاصات السيادية للدولة الإسبانية. وإنما حينما يتعلق الأمر بالمناورات أمام سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين، وحينما يتم تعبيره بمصطلح الردع، فهذا الردع يعني أننا أمام قوتين متنافستين ومتكافئتين وعلى نفس الصعيد. وبالتالي نحن نقول بأنه للأسف الشديد أن إسبانيا لها وضع خاص جدا، على اعتبار أن المؤسسة العسكرية على خلاف جميع الدول المتقدمة التي فيها المؤسسة العسكرية تتبع للمؤسسة السياسية أو للقرار السياسي للدولة، فالمؤسسة العسكرية في إسبانيا لا زالت متجدرة وتميل إلى اليمين المحافظ بطبيعة الحال، وهي عملية أنا أعتبرها بأنها عملية استفزازية وعملية رمزية، وليست مناورات عملية إن صح التعبير. والجيش الإسباني بطبيعة الحال أو المؤسسة العسكرية الإسبانية لها عقدة تاريخية في تعاملها مع الجارة جنوب البحر الأبيض المتوسط. وأنت تعلم العقدة التاريخية التي يعبر عنها الإسبان بالمقولة الشهيرة: لا يوجد مغاربة على الساحل، نو هاي موروس الكوستا كما يقولها. وبالتالي نحن نقول بأنه لا زال المؤسسة العسكرية لم تستطع أن تتجاوز عشرات المعارك التي كانت ربطتها بالمملكة المغربية أو الجيش المغربي. أتحدث على معركة تطوان، أتحدث بطبيعة الحال معركة العشار، معركة التشيرة التي سقط فيها 600 إسباني، معركة فم الواد، معركة المسيد، معركة الغيوة، معركة وشت، معركة زمور، معركة السويحات، والعديد من المعارك. وبالتالي المؤسسة العسكرية التي لم تتخلص من العقيدة الفرنكية التي تعتبر نفسها هي حامية وحدة الأمة ووحدة الحدود، ترى بأنها لها الاختصاصات الحصرية في مجال تدبير هذا الصراع في البحر الأبيض المتوسط بطبيعة الحال. وخلافا لما ذهبت إليه سيد البشير محمد الحسن، الباحث في الإعلام في جامعة إشبيلية، يقول لك ضيفي أن المناورات أمام سبتة ومليلية المحتلتين وفق تعبيره والردع ما فهمت منها أنا مقصود به المغرب أيضا، وأن العملية عملية استفزازية ورمزية. تجيب لو سمحت على هذا الأمر، ولكن من حيث التوقيت، هذه العملية الإسبانية العسكرية الواسعة التي ربما يحمل ضيفي المسؤولية عليها للمؤسسة العسكرية لا للمؤسسة السياسية، تأتي عشية زيارة مرتقبة لوفد برلماني من الجمعية البرلمانية تحديدا للحلف الأطلسي إلى المليلية. وهنا أطرح السؤال: هل الغاية الفعلية الحقيقية من ذلك هي التمهيد لوضع سبتة ومليلية تحت المظلة الأطلسية؟ نعم، لو سمحت أستاذ حكيم سأصحح بعض معلومتين فقط على عجالة. الأولى تتعلق بما ذكره ضيفكم من أنه وزارة الدفاع الإسبانية والجيش الإسباني يتعامل مع التواجد العسكري في مدينة مليليا وسبتة كأنه هناك قوة تنافسه. لا، هذا غير صحيح إطلاقا. الجيش الإسباني متواجد ومنتشر في مدينتي سبتة ومليليا، وهناك برامج تدريبية تنفذ بشكل دوري سواء شملت باقي مناطق إسبانيا البر الإسباني أو مناورات تشمل كل المناطق الخارجة عن البر الإسباني كما حدث الآن. وبالتالي لا توجد أي منافسة، السيادة الكلية تامة هي لإسبانيا، والجيش الإسباني يرابط في مدينتي سبتة ومليليا. هذه النقطة. النقطة الثانية تحدث عن بعض العقد وصفها بالتاريخية تجاه المغرب في طرف المؤسسة العسكرية، أو ذكر بالتحديد الفرنكوية، كما لو أن نظام فرانكو كان يحقد على المغرب، وهذه معلومة تاريخية مرفوضة تماما. الدكتاتور فرانكو في حربه عام 1936 إلى عام 1939 استعان بالمغاربة وجاء بهم إلى إسبانيا وهزم الجمهوريين في إسبانيا، والآن أصبح يعرف تاريخيا في عسكريا وتاريخيا حتى في الذاكرة الديمقراطية الإسبانية، يعرف أنه الجيش المور الذي جاء به فرانكو وقتل به عشرات أو آلاف الجمهوريين الذين كانوا يطالبون باستمرار النظام الجمهوري في
إسبانيا، بالإضافة إلى محطات تاريخية أخرى تثبت العكس تماما. المؤسسة العسكرية في إسبانيا تقودها امرأة وهي مارغريتا روبليس، وهي قاضية مقربة جدا من الحزب الاشتراكي، وعينها رئيس الحكومة بيدرو سانتيس على رأس وزارة الدفاع الإسبانية. وبالتالي الحديث عن وجود خلاف أو انفصام بين المؤسستين العسكرية والسياسية في إسبانيا أو الحكومة هذا غير صحيح إطلاقا، لأنها وزارة الدفاع تأتمر بالقاضية مارغريتا روبليس منذ وصول بيدرو سانتيس إلى الحكومة، ولا يوجد أي من ما تحدث عنه ضيف، بل هي مناورات عسكرية تنفذ في كل الأراضي الخاضعة للسيادة الإسبانية، سواء كانت سبتة ومليليا، جزر الكناري، جزر البليار أو الجزر الجعفرية. وهذا أمر لا يجب أن يتحسس منه المغرب، لأنه يأتي ضمن زيارة وفد الناتو الآن حتى لا يهد دائما الوقت سيد البشير محمد الحسن. طيب نعم، فيما يخص زيارة فيما يخص الشق الثاني من السؤال، زيارة حلف الناتو إلى ليبيا، أنا في تصوري أن الأمر يندرج ضمن استكمال النقاش الذي بدأته قمة الناتو في يونيو عام 2022 في مدريد، والتي طرحت مفهوم السيادة السياسي أكثر من الجغرافي، بمعنى أنه خلافا للبند الرابع من اتفاقية حلف الناتو عام 1949 الذي يقتضي بأن لا تكون هناك مظلة للمناطق في إفريقيا. بدأ النقاش في عام 2022 وطرحته إسبانيا تحديدا أن يكون مفهوم الدفاع سياسي، بمعنى السيادة، بمعنى أن سبتة ومليليا لا تخضع إلى مظلة الناتو، لكن هذا النقاش أدرج في مؤسسات حلف الناتو، وضمن استكمال لذلك النقاش جاءت هذه الزيارة. بأية غاية تحديدا؟ يعني في الختام بأية غاية؟ هذا ما يهمني معرفته. هل ثمة الغاية لوضع هاتين المدينتين تحت حماية أو تحت مظلة الحلف الأطلسي؟ لأنه هذا الطلب كان قدم في وقت سابق ورفض في وقت ما. نعم، بطبيعة الحال هذه هي الغاية النهائية. الآن بدأ النقاش في 2022 في قمة الناتو في مدريد، هذه اللجنة جاءت للوقوف على ذلك واجتمعت مع الجيش الإسباني المرابط في مدينة ليبيا ومع السلطات المحلية ومع الشرطة وغيرها، وهذه اللجنة سترفع تقريرها إلى رؤساء في حلف الناتو وسيتعمق النقاش. قد يتأخر الأمر لأشهر وربما سنوات، لكن في النهاية الهدف الأساسي هو ضم سبتة ومليليا إلى مظلة حلف شمال الأطلسي، لأنه لا يعقل أن دولة مثل إسبانيا عضو في حلف الناتو منذ عقود وبعض أراضيها لا تشملها الحماية، مهم جدا. طيب وتعهدت برفع موازنة العسكرية للوفاء بالتزامات. وأشكرك حتى أكون منصفا مع الدكتور عبد الحق صنايبي من حيث الوقت. مهم جدا هذا الوضوح في قراءتك يا سيد بشير محمد الحسن لمآلات ما يحدث الآن. وأود أن أسأل ضيفي سيعقب ربما دكتور عبد الحق صنايبي على ما ذهبت إليه، نقاط يختلف ربما معك فيها ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية. ولكن دكتور صنايبي، تعليقك أنت على زيارة هذا الوفد من الجمعية البرلمانية للحلف الأطلسي، نتحدث عن 50 شخصا إلى جيب مليليا الذي يطالب المغرب بالسيادة عليه مع سبتة. هل تغامر إسبانيا الآن بإغضاب المغرب؟ هل يؤشر ذلك فعليا من وجهة نظرك على رغبة لدى إسبانيا فأن يضع الحلف الأطلسي الحلف الأطلسي سبتة ومليليا تحت حمايته في مواجهة المغرب تحديدا دكتور صنايب؟ أولا لتصحيح أستاذ حكيم بأن المؤسسة العسكرية كانت دائما ضد التوجه السياسي الإسباني بطبيعة الحال، وأنت تعلم حتى الاتفاق الثلاثي الذي كان بين اتفاقية مدريد بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا تحفظت عليها المؤسسة العسكرية، وإلى حدود الحكومة التي كان يقودها اليمين الإسباني، فوزير الدفاع لا زال يقبع في السجن نتيجة أنه كانت له اختيارات لا تتماشى مع التوجه الرسمي لإسبانيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا والله العظيم أستاذ حكيم أنا حزين جدا حينما نعيش في هذه اللحظة، يعني أزمة انتماء عربي وأزمة انتماء لشمال إفريقيا، حينما نجد بأن ضيفكم يعني يتحدث على سبتة ومليليا المحتلتين ويقول بأنهم خاضعتين للسيادة الإسبانية، فهذه إدانة لك أمام كل عربي وأمام كل إفريقي، وهذا يسجل على ضيفكم. هي الحلقة هي أسمع دكتور صنايبي، نحن في حلقة وجها لوجه. لا أنا أعبر رأيي،
رأيي فقط. أنا رأيي فقط، لأن أعرف الشخص وأعرف انتماءه. لا تشخصن الأمور. لا تسمحك، أنت تعرفني جيدا وأنا لا أشخصن. لا هذا ما أرفضه، وأنت تعرف جيدا أنني أرفض ذلك رفضا تام. فقط نتقيد، هو يعبر عن وجهة نظر أكيد مختلف عن وجهة نظرك، وإلا لما هو موجود الآن نصب نفسه محامي لوجهة النظر الاستعمارية الإسبانية. أنت أعطينا وجهة النظر المقابلة. وحينما يقول حينما يبرر ضيفكم الكريم المحترم من إسبانيا بأن سبت ومليلية اللا خادعتين للسيادة الإسبانية، هذه وجهة النظر الإسبانية، محامي على الأطروحة الاستعمارية الإسبانية. هذه دكتور سنايبي، هذه وجهة النظر الإسبانية في وقت الذي يقول بأنه من المدافعين على تصفية الاستعمار. هذه النقطة الثانية. أنا حتى عندما ذكرت جيب مليلية الإسباني دكتور سنايبي، هذه وجهة النظر الإسبانية، وذكرت بالموقف المغربي الذي يطالب بالسيادة عليهما سبت ومليلية، ويعتبر أن هاتين المنطقتين محتلتين. الآن كيف تقرأ أنت هذه الزيارة، زيارة هذا الوفد 50 شخصا من 16 دولة دكتور سنايبي؟ أستاذي الكريم، حلف الناتو الذي تأسس سنة 1949 بمقتضى معاهدة واشنطن، وتم تعديل مجموعة من بنوده سنة 1951، لم تكن إسبانيا عضو فيه إلا سنة 1982. ميثاق ديال حلف الناتو ينص في المادة السادسة، في المادة الخامسة تنص على أن أي اعتداء مسلح على أحد أعضاء الحلف في أراضيه يعتبر اعتداء على باقي الأعضاء، وبالتالي يلتزم الجميع بالدفاع عنه. وحينما نرى التعريف ديال الأراضي في معاهدة واشنطن والمادة السادسة المعدلة سنة 1951 تحدد المقصود بالأراضي كالآتي: أراضي أي دولة عضو الواقعة في أوروبا أو أمريكا الشمالية، يعني داخل النفوذ الترابي لهذه البلدان، أو جزر خاضعة لسيادة أي دولة عضو في شمال الأطلنطي شمال مدار السرطان. إذن حينما نبحث في هذين التعبيرين نجد بأن سبت ومليلية المحتلتين لا تدخلان ضمن هذا الفهم القانوني له، سواء للمادة الخامسة أو للمادة السادسة حاليا. ولذلك حتى في الخرائط ديال سنة 1949 وفي الخرائط ديال سنة 1951 لا يعتبر الناتو في أي وقت من الأوقات بأن سبت ومليلية تدخلان في إطار إلزامية الدفاع عنها من طرف حلف الناتو. وهذه المشكلة التي تدفع أن هذا الأمر قد يتطور، التي تريد أن تورط حلف الناتو في هذه المشكلة. فهمتني دكتور، هو يقول لك أن ثمة نقاش بهذا الشأن وقد يتطور الأمر. أنا أود أن أفهم منك بشكل واضح، هل سيرضى المغرب بوجود نحو 50 نائبا برلمانيا من 16 دولة عضوة في الناتو في المدينة التي تصفها السلطات المغربية بأنها مدينة محتلة؟ شوف أخي الكريم، التحركات النيابية، هناك نواب داخل الاتحاد الأوروبي لا يعترفون بمغربية الصحراء المغربية. تحركات النواب لا تعني بالضرورة أن هناك قرارا رسميا لحلف الشمال الأطلسي، والمغرب له علاقات جد متميزة مع حلف الناتو، حيث أنه يضعه في مرتبة ما بين الحليف وما بين العضوي، أي في مرتبة ما يسمى بالشراكة الاستراتيجية. وبالتالي حلف الناتو الذي يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي تمارس اليد العليا فيه، يعتبرون بأن المغرب هو قاعدة متقدمة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، وكذلك التهديدات العسكرية التي تشكلها النظام الإيراني بطبيعة الحال. وبالتالي فإن حلف الناتو لا يمكن أن يغامر بحليف استراتيجي متقدم مثل المملكة المغربية في مقابل يعني مشكل ترابي ما بين المغرب وما بين جارته إسبانيا. وبالمناسبة فإن نفس الدفعات التي يقدمها المغرب للمطالبة بسبت ومليلية والجزر الجعفرية هي نفس الدفعات التي تقدمها إسبانيا على جبل طارق بطبيعة الحال. ولذلك نجد أن إسبانيا دائما ما تندد حتى بزيارة مسؤولين سياسيين إلى جبل طارق، وهذا هو التناقض بعينه بطبيعة الحال أخي حكيم. طيب، وحتى ملوك إسبانيا لم يسمح لهم بزيارة سبت ومليلية، هذا يقال أنه ثمة رغبة في عدم إثارة استياء الرباط، حتى بعض الاحتفالات المحلية أيضا التي تم إلغاؤها. أنا أود أن أسأل ضيف لأن الوقت دهمنا، الحديث شيق معكم ولكن الوقت دهمنا باختصار شديد. ستعقب سيد البشير محمد الحسن، ولكن أود أن أسأل أيضا إلى أي مدى باتت ربما لدى إسبانيا
خشية واضحة على المستوى العسكري على الأقل، ربما السياسي لست أدري، من نسق التسلح المغربي، من توطيد علاقات المغرب بالولايات المتحدة بإسرائيل، خاصة في المجال العسكري تحديدا من خلال تنويع شراكاتها العسكرية لا سيما مع الهند مؤخرا كما تابعنا لإنشاء مصنع مدرعات في ضواحي الدار البيضاء. هل تتحسب من ذلك؟ باختصار شديد في دقيقة لو سمحت، أختم مع ضيفي بدقيق في دقيقة. في أقل من دقيقة. فيما يخص ما ذكره ضيفكم بخصوص المدافعين عن الاستعمار، أعتقد أنه أكبر مدافع عن الاستعمار في الصحراء الغربية، وقد عبر عن مواقفه في أكثر من موقف في هذا البرنامج وفيه. بالعودة إلى سؤالك أستاذ حكيم، الأمور تتغير. قبل 3 سنوات أو 4 سنوات كان الجميع بما فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث عن موت حلف الناتو ويرى أنه منظمة غير ضرورية. تغيرت المعطيات الاستراتيجية، تغيرت الحروب في العالم، وأصبح حلف الناتو أعيد انبعاثه من جديد. كل الأمور قابلة للتغيير. بدأ النقاش في 2022 وقد يستمر، وتكون هناك جدية من طرف الأعضاء في إدماج مدينتي سبتة ومليليا ضمن مظلة حلف شمال الأطلسي بطلب من إسبانيا وحلفاء إسبانيا داخل الحلف، وما تحدث عنه من علاقات مع الولايات المتحدة. ثمة خشية سألتك بعلاقات إسبانيا من نسق التسلح المغربي، هذا سؤالي. نسق التسلح المغربي هل يثير ربما الخشية الريبة لدى إسبانيا على الأقل المؤسسة العسكرية؟ باختصار لو سمحت. بكل تأكيد كل هذه التحركات وزارة الدفاع الإسبانية والجيش الإسباني والمخابرات الإسبانية تراقبها عن كثب. علاقات المغرب مع إسرائيل، مع الهند، مع روسيا، كل هذا يراقب عن كثب ويتم الرد عليه بالطريقة المناسبة كتهديد جيوستراتيجي لإسبانيا. دكتور الصنايبي، مع زيادة وتيرة تسلحه النوعي، انتقاله من مستورد للعتاد العسكري إلى مصنع، هل بات المغرب يشكل فعلا تهديدا عسكريا لإسبانيا على الأقل من وجهة نظر المؤسسة العسكرية، لا سيما فيما يتعلق بمطالبه ذات الصلة بسبتة ومليليا، وربما بمطالب أخرى ذات صلة بجزر أخرى أيضا؟ في الختام باختصار أستسمحك وأختم معك. في 30 ثانية. شوف أخي الكريم، ضيفكم الكريم قبل أشهر قال بأن المغرب لا يشكل أي تهديد لإسبانيا، واليوم يقول بأن المغرب قوة عسكرية ويمكن أن تشكل تهديد للأمن القومي الإسباني. إسبانيا ترى بأن التسلح المغربي وبأن المغرب لا يمكن أن يبحث على سيادته العسكرية، وبالتالي أي أو تقوية للمغرب فهو سيكون على حساب موازين القوى في المنطقة. ولذلك نقول بأن إسبانيا التي كانت دائما لها علاقة جد مهمة مع إسرائيل ومورد مهم لإسرائيل، تحاول الآن أن تستفز إسرائيل على اعتبار أن تعتبر بأن الاتفاق الثلاثي الذي عقده المغرب مع إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية يعيد رسم موازين القوى في المنطقة. أما المغرب كان دائما له مقاربة دفاعية أخي حكيم، والحسن الثاني رحمة الله عليه قال بأن حتى المشكل ديال سبتة ومليليا والجزر الجعفرية لا يمكن أن يحل إلا في إطار سلمي، ووفق لجنة مشتركة تقنية يمكن أن تناقش هذه المواضيع، وبالتالي أن المغرب لا يشتغل بمنطق العضلات الفارغة، وإنما يبني يعني سيادته العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية ونتمنى حتى الإعلامية من أجل أن تكون هناك موازين للقوة في صالح السلم، لأن حتى إسبانيا قال أحد المسؤولين العسكريين الإسبان أننا لا يمكن أن نقبل بجار ضعيف، وبالتالي حينما تكون عندك جار قوي فهذا يعزز السلم والأمن في منطقة المتوسط. ولكم جزيل الشكر من الرباط دكتور عبد الحق الصنايبي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية ومن إشبيلية، سيد البشير محمد الحسن الباحث في الإعلام في جامعة إشبيلية، كنتما معنا في فقرة وجها لوجه.